يعني انت عضو تنسيقيه 30 يونيو، ألهذا خرجتم؟ ان تكون مصر في حضن العسكر، الى ما شاء الله ان يكون الجيش حزب سياسي، ان يكون الفريق يحكم او المشير يحكم بالتفويض وليس بالانتخاب الحر المباشر اللي هو على اساسه قامت ثوره 25 يناير. في البدايه هيشرفني ان اؤدي التحيه العسكريه للمشير عبد الفتاح السيسي ولكل ضابط وعسكري في الجيش المصري، واني انعي الشهيد العسكري توماس قصدي ابن بلدي سوهاج اللي قتل في احداث العنف والارهاب وفي العمليه الارهابيه اللي تمت امام مديريه امن القاهره. اتوقع منك تحيه عسكريه مشابهه لالاف القتلى المصريين كل من 25 يناير لحد هذه اللحظه، اللي من 3 يوليو لحد هذه اللحظه حوالي 2665 وفق المنظمات الحقوقيه المصريه، الا يستحقون ذلك تحيه عسكريه؟ المجد لكل الشهداء خصوصا شهداء الشرطه والجيش اللي بيدفعوا ثمن عمليات غثه وخد وارهاب بتستهدف كل الوطن المصري. طيب انت عندك 2665 مصري قتلوا، دول يستحقوا تحيه عسكريه من حضرتك؟ هذه الارقام مشكوك فيها. كل دم المصري حرام، كل دم المصري حرام. انت حضرتك عملت تحيه على واحد. يعني انا اريد بس ان تتيح لي المجال للرد يعني مثلما فعلت مع زميلي وائل. انا هدي لك الوقت، بس انت بتقول دلوقتي انت قمت اديت تحيه. انا كواحد مصري انت قمت اديت تحيه عسكريه لمصري قتل، وانا بقول لك انه في الاف المصريين قتلوا، حضرتك بتقول العدد مشكوك فيه، بقول لك مئات حسب الحكومه. يستحقون منك تحيه عسكريه ولا لا يستحقون؟ زي ما عمل اللواء الفنجري كل المجد لكل شهداء الوطن، كل الدم المصري حرام. طب اديهم تحيه عسكريه. طيب الشهداء يعني في القلب، يعني في قلب كل المصريين. الشهيد اللي مات ده كان احنا بنتكلم ان لا تفرقه بين شهيد وشهيد، كل الدم المصري حرام، لكن بنأكد ان الغباء السياسي. اعود الى سؤالي، هل لهذا خرجتم؟ بالتاكيد احنا خرجنا يوم 30/6 كنتوا عايزين نستعيد الوطن ولا كنتوا عايزين حاكم عسكري؟ احنا كنا بنطالب بعودة مصر للمصريين وبإسقاط نظام عصابة الإخوان اللي كان بيختطف الوطن واللي ارتكب العديد من الأخطاء والجرائم في حق هذا الوطن. طالبنا في 30/6 اننا نأكد مصري يعني اذا كنا نتكلم عن الجرائم هم ما قتلوش 2665 مصري. طالبنا في 30/6 ان احنا نأكد ان الشعب المصري هو القائد والمعلم، كما قال واكد الزعيم الخالد جمال عبد الناصر. الشعب المصري لما نزل بالملايين في منتهى السلميه المطالبه باسقاط النظام ورد الهتاف الشعب يريد اسقاط النظام، كان بيمارس حقه البديهي والمنطقي في التاكيد على حقه في اسقاط النظام. طب احنا نمشي، انا عايز اعرف، احنا حضرتك دلوقتي في 30/6 تنسيق 30/6، عايزين نعرف احنا دلوقتي في بعد هذا القرار من المجلس العسكري اللي حضرتك اديت له التحيه، ومع ان المجلس العسكري مع ان لا مش الجيش المصري اللي انحاز لاراده الشعب المصري اللي خرج يوم 30/6. الجيش المصري لا يمكن ان لابد ان نفرق بين الجيش المصري وهو مؤسسه وطنيه كمؤسسه وبين ناس بتتحول الى حزب سياسي وبتتخذ قرارات سياسيه. دول مش الجيش المصري، انحياز لاراده الشعب ليست قرارا سياسيا، دول لاعبين سياسيين. لكن اسمح لي حضرتك دلوقتي احنا هنمشي ازاي؟ دلوقتي فيه الجيش بيقول انا عندي مرشح في الانتخابات وهذا المرشح هو الفريق السيسي او المشير السيسي، وفي نفس الوقت الجيش هو اللي بيؤمن العمليه الانتخابيه وهو اللي تقريبا في ايده كل حاجه. هل احنا خلاص هنبطل انتخابات في مصر ونمشيها بقى زي ايام ناصر 54 واربع تسعات وخمس تسعات والحاجات دي، ولا هنعمل ايه؟ انت تصورك انت كشاب بتقول انك خرجت لانهاء حكم الاخوان، انت تصورك الحكم هيبقى شكله ازاي بعد كده؟ باعتباري كنت مؤسس وشريك في حلف 30 يونيو من خلال تنسيقية 30 يونيو اللي كانت بمثابة تحالف بين أكثر من 12 كيان وحزب وحركة. طيب خلينا بس نشير أن هذه المظاهرات مظاهرات حية، والمظاهرات ما زالت مستمرة في عدة مناطق في مصر، ونحن سنذيعها في ثنايا البرنامج، وهذا بث حي من إحدى هذه المظاهرات. الشعب المصري قال كلمته، هناك خريطة طريق لا يوجد أي مجال للحديث أو النقاش فيها، انها بدات بالفعل. هناك استفتاء تم على دستور جديد، هناك دستور جديد تم وضعه. خريطه الطريق احنا مش محتاجين خريطه الطريق بتاكد الجيش خالف على اي الاحوال، لا لم يتم مخالفتها.